لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. تمكن المنتخب الوطني المغربي الأولمبي من الانتصار على المنتخب الوطني الأولمبي العراقي بنتيجة 3 أهداف مقابل 0. جاءت كل الأهداف في الشوط الأول، حيث سجل اللاعب أمير الهدف الأول بتمريره رائعة من أشرف حكيمي، أما الهدف الثاني فقد أحرزه سفيان رحيمي، في حين كان الهدف الثالث قصة خيالية بفضل مراوغة جميلة من عبد الصمد الزلزولي الذي أسكن الكرة في الزاوية البعيدة للحارس في لقطة رائعة للغاية، مما جعله يعتبر أفضل هدف في البطولة حتى الآن. سيطر المنتخب المغربي على مجريات اللقاء، رافعاً الإيقاع ومتحكماً في سير المباراة كما أراد. أما في الشوط الثاني فقد اكتفى بتثبيت الإيقاع بأقل مجهود لضمان الخروج باللقاء إلى بر الأمان بانتصار 3-0، وبالتالي التأهل إلى دور الربع النهائي. نقول لجميع المتابعين والجماهير المغربية ألف مبروك بهذا الانتصار، والقادم أفضل. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. Wow!